وادي الرمح طبعا بينه وبين الاصل حوالي الان تقريبا يمكن كيلوين بس بالضبط تمد المدينه الان. مملكه كندا استمروا الى تقريبا جو بني اسد في القرن 12. وجود احد بوابات حرس القديمه معاد تاهيله، ثم نكمل هوتنا عندي انا جنبه ايضا عند اللي هو بيت الرص الترابي بالموقع هنا، يعني كل ما بينهم في محيط ما يتجاوز 100 متر. نبي نلحق احنا ابو عبد الله. لا دقيقه بس ان نشتري لنا، خلوا العيال يجون. في الشنانه هذه ولا لا فصل السلام على البواري. طبعا احنا في قلعة جدعية في الرص. هذا ما شاء الله مصلح المسجد في القلعة باسم امه. شوفت من يذكر هذه؟ لا اله الا الله، جمال المسجد جمال. الله يجزاه خير. مسجد صغير وذف جنبه البير. ما شاء الله ما شاء الله جميل. وهذه مكتبة جميع الكتب القديمة ما شاء الله. شو هاد الشنطة ما شاء الله. وقف لكبار السن والمحتاجين، وقف الوالد، المسجد وقف الوالد، تكفى لا تدخل بنالك ما شاء الله. بيت الجدة نوره عند الله الشاعر. طبعا هنا كل رمضان يصير فيه افطار جماعي لأهل الرس واللي من برا الرس يجون هنا. تعال بس افطر، تبي تجيب معك فطور الله يحييك. جيناه مرة قبل يمكن 5 سنين، وعندهم شبة يشبون الضوء في عز البرد. هذيك الايام انا جيت ابو عبد الله، جيت ابو عبد الله في الشنانه. شوف السفرة ما شاء الله وش كبر. ما نعرف احنا دخلنا عليها. أوريكم متحف جميل. هنا الخباز الزاهري 8 خبز بريال. وهذا وش تكلمت تقول انا حولك يا هذا المطبخ. وهذا النجار، وهذا الصانع صنع القدور، وهذا الخصاف راعي الخوص. وهنا حسان وحجام الحلاقة. شوف الكدش شوف السيكل. الله، في بزر يصيح هنا ما شاء الله، يستاهل التكريم. هذا عيادة الدكتورة صيته، اسمع البزر يصيح ظهر خاتنينه. الله يستر. وهذه المدرسة السعودية فصل 3 بقى. يا سلام، المدرسة الثانية بالرأس. أنا أيسر، بس الحين أكتب باليمين. جلسة مشواق. هذا اسم جروبنا طبعا، جروب التراثي. شوف الفصل، متحف جميل. وهذا وش بقالة. الله، هذه يبيلها تصوير خاص. بقالة المفرق صاحبها عباس. شوف البقالة
شاء الله وقفوه واجد. عباس يا سلام. البقالة من أول كل شيء يباع فيها. طرزان. وصلنا متحف دار الأجداد فرس. ما شاء الله تبارك. وهذا البريد هذا الداخلي صح؟ اي هلا الداخلي. والخارجي الأزرق. اي أنت داخلي بس ما أنت ترسل برا. ما شاء الله يا البنت ياك. هذا بنت ياك والله. هذا كابرس ذا. هذا كابر 76 كله مقفل. قفل للأسف. الله يحيي ابو عبد الله. مرحبا ابو عبد الله. الله يحييك. البيوك هذا راعيه اخذ منه وكاله. ما شاء الله. كاتب عدل الخبره. ما شاء الله. الدفتر كتالوج هو اللي يسجل بكل ما غير الزيت. ما شاء الله. ما تحرك. عندك. اي لا له سنه ونص. 84 82. انا ابدا لكم من هنا اول. هذه بنتياك 65. ما شاء الله. وهذا بلايموت 58. وش البلايموت من اي؟ دوج. اي دوج. دوج شوفوا بلايموت دوج هذا كابرس 76. يا سلام. وين حبيبنا واحد يحب اللون هذا طبعا. خلاص. ايوه. البيوك 82 زي ما قلت لك. هذا نفسه اللي فاك وكاله اخذه منه. الموتر هذا 76. هذا مفكوك وكاله برس. مفكوك وكاله برس. تخيل كان 76 ما في الا دداسن. هذا مفكوك وكاله برس. وش ترانزام؟ بنتياك. اي ترانزام. اخذوا راعي ترانزام. وكاله واشتغل ومشى تقريبا 72 ووقفوا. وعلى هكا الوقفه 35 سنه. شوف الفحص الدوري قارنهن. 76 76 حول 47 سنة أو 48. 13 و45. سلام. سلام. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه. دتس النيسان. نيسان. جنور. كم موديله؟ السبعينات تقريبا. والله دتس اللون هذه لون عشبي. وباكستان. ايه صح. افغانستان وباكستان. الى يومك شغال عندي. هذا الهاف اللي توجيه عليه. ما شاء الله. هذا مجهز ولا الرحلات؟ روحات جيات اي شيء. 66 66 غمارة. ما شاء الله ما شاء الله. هذه وش يسمونها؟ وش هذه؟ بنت البكار. بنت البكار. عطه داسه. سلام. تحفه. 115 هذه صورتها. ما شاء الله. أول واحدة 1915. ثاني واحدة كلايزر 1927. اللي بعده شفرليت 1933. طبعا رقم اللوحة نفس الموديل عندي على طول. وين انت؟ 1900 مسكرا عليه. ايه. عندي 1934 لوحه. عندك 34؟ لا هذه انا عندي أجداد تجاوز عمره قرابة 90 عام. طبعا الفكرة قديمة عندي كيف إنشاء المتحف. لفيت طبعا أكثر البيوت البلدية شارتها مع التطور العمراني. لقيت البيت هذا لحاله قائم كامل
بهالشارع مسكر يسمونه شارع سد. سكة سد. ها؟ سكة سد. اي نعم، ولا لمه احد والحمد لله توفقت واخذته. رممته هيأته وحطيته باغراض وخليته على شكلها. طبعا انخلط البيت الاساسيه. من اول كل بيت به انخلطه او سدره وبوه بيره وبوه سدره. ايه يلا تفضل. ما شاء الله. شوف الشغل، النقش. ايه منقوشه. هذه صفة الام والابو ما شاء الله نايمين، اللي هي غرفة صفة الحريم، اللي هي غرفة الحريم. الكينية ولا الأمريكية؟ هذه قهوة ولا كلها قديم ومحموسة جاهز. فوق رؤوسهم. هذه رايحين المدرسة هنا بالزلفي 1386. هذول خوات ثلاث وهذه خالاتهن. ما شاء الله. ناحيات البنات حيات بس كم عمارة. 1390 الموقد المطبخ. هذا الموقد المطبخ الأول. شوف على شكل القديم والله، من الشبات اللي فيه. تعال شوف. ها على طريقة والله يلا كلها الله يحييك. اللي يزورها سبحانه يرجع لذلك. قهوة يرجع لذلك. من قوعية زحف قدام. اركب بالصندوق احمد. مكة والله سحبت على خوي. وشو هذه ست شيل ما شاء الله. الله يحييه. الله يحييك. تبارك الله. قولي ونسيه. ولكم. اوه هذا بعد مشوح. انا احسب انه هذا بيتي ما شاء الله. بيت عمير. لا هذا النفق حقه. طبعا الرأس قديما فيها 4 بوابات. هذا احد البوابات، هذا يسمى باب العجزة. باب العجزة طبعا سقط واندثر وكذا، وعيد تأهيله في مكانه الصحيح. مكانه شبه الصحيح يعني تقريبا. من الاشياء اللي كانت مناضلة في هجوم ابراهيم باشا على الرس، كان خلف البوابة هذه كان يحاول يدخل للبلدة القديمة. هذا من الجهة الجنوبية. الآن هذه الجهة الجنوبية. الجنوبية. اي نعم هذه الجهة. طبعا الرس في 4 بوابات. باب العجز. هذه مقبرة دفن فيها 70 شهيد من شهداء الرس أثناء هجوم إبراهيم باشا على الرس. فيه النفق اللي كانوا المحاربين يطلعون على العثمانيين يذبحونهم ويرجعون، موجود إلى الآن. احنا يا اخوان الآن المكان اللي احنا موجودين فيه هذا نفق الرس التاريخي عام 1232، عندما حاول ابراهيم باشا وجنوده ايام الغزو العثماني حاولوا الدخول لبلدة الرس ما استطاعوا. طبعا جلسوا اكثر من 100 يوم وهم يحاولون الدخول ما استطاعوا. وصلوا الى فكرة انهم يحفرون نفق من مسافة تقريبا 150 متر من المكان اللي احنا فيه الآن من تحت الارض حتى يعبروا سور الرس ويستطيعوا ان يقتحموا ويدخلوا الى البلدة، لكن ما استطاعوا. كيف؟ روايات متعددة، لكن من اشهر الروايات ان كانت امرأة كبيرة في السن تصلي في الليل، وقيل انها كانت معها تطيب العيش، المنخل وتطيب العيش وكذا. يقال انها شافت في حركة بالنسبة للعيش، ويقال انه ماذا؟ انه كانت تصلي وسمعت صوت، فبلغت الشيخ قرناس، فتحقق من الامر، وجد ان الجيش التركي يحفر نفق من الاسفل. يقال انه اتى في بقطة وربط فيها فتيل وعسيب خلوا وفتحوا فتحة وشبوه. طبعا القط دائما إذا أغلقته يبحث عن النور. كانوا الجيش التركي منغم النفق اللي يحفرونه ماذا؟ بالبارود علشان يفجرون. لعله انفجر فيهم ومات مجموعة كبيرة منهم داخل النفق. بعد ذلك ما استطاعوا فلجأوا إلى الصلح.
دخلوا عقد الصلح بينهم وبين الآن مقفل لنا. اي طبعا مغلق. مغلق. مم. هذا خلاص معلم، هذا معلم يعني اي معلم تراث ثقافي إيه، ثقافي. تابع لهيئة التراث. نعم هاي نعم. أوريكم النفق. سنة حق الشهداء. حدث عندنا وهذا النفق من الجهة الثانية. طبعا البيت اللي يقول الحرمة اللي سمعت اهتزاز الأرض هذا البيت. تكلم فترة بسيطة قبل يمكن 100 سنة تقريبا. كويس انه اهتموا فيه وبنوا البوابة هذه، لأن أغلب التاريخ اللي في الرص أزيل مع الأسف يعني. وصلنا عند بيت الرص التراثي لأبو محمد خالد الجدعي، وما شاء الله تبارك الله. آخذة جديدة، وعام 2006 حصل على السائق المثالي على مستوى القصيم، موجود وبسطه الشهادة والدرع والهدية. لا إله إلا عام 2006 بديت سنة 83. إيه. اللون الأصفر اي معطي رونق. اي زعفراني. ما شاء الله. حتى عيد الله يخليهم لك. هذا طبعا يا اخوان انا اخذته، هو مبني عام 1369 هجري. 69 اي يعني عمره 75 سنة. وقت الملك عبد العزيز. اول ما اخذته 300 وكم؟ 69 اخذته. أنت قارنه بالسيارات. أقل لا. صورته بجوجل ماب. إيه ميلادي. ثم قلت وش يحتاج؟ طبعا هذا كان السقف بالارض، نهضت سقفه، وهنا كان في مطبخ قضيت، والغرفه اللي انتباه الان هذا ترى ما ابو عمدان ذولي، هذه غرفه طويله. يوم صلحت مجبب ذا ومجبب ذا قلت لازم يصير مجبب طويل، قصرت الغرفه هذه ووسعته صار بالشكل ذا وحطيت. تعال معنا نسوي لنا محمد. إن شاء الله. وممتع، والتاريخ دائما تطلبه النفس إجباريا. سعداء في هذه الزيارة، وكل واحد ترى له حق. فرحتنا حقيقة كبيرة أنكم شرفتونا، وفي قد يكون مجموعة منكم قد تكون الزيارة الأولى لمحافظة الرس. الجميع سعداء بحضوركم في هذا المكان، سواء أنا أو إخواني أو أهل الرس جميعا. الله يحفظكم. ودنا يا إخوان نتفضل على غدانا. ابو محمد سامي ابو عبد الله، ترى مو من العشاء الليله. الله يبيض وجهك. أبداً. الاخوان انتوا واعدينا. انا قاضي يا ابو محمد. كنا مرتبين حنا مع الاديب المزروع على انه نبي نطلع من هنا عندي لو طلعت متحف قصر ابن عقيل، سم. لكن قد يكون حبس او حابس. ابو عبد الله بيض على وجهه، عندي ان شاء الله. يقول جاهز دار الاجداد. هذا العصر يا ابو محمد. انا زبيب. واللي خايف نقول له كبير يجي هنا ما يخالف. الله يكثر خيرك يا الله ابو محمد. يحييك، مبروك بيض ساعة. الله وجهك. الله يا ابو محمد. الله يحييكم، يا هلا والله وغلا. يا هلا والله ومرحبا. تفضل. احد فعلا صارت تشرف، صار عندي سنة. إيه. حلوة ما شاء الله. شيل 14 رجال. ما شاء الله. ايوه. عودنا يا ابو محمد، انا اصغرهم وخدامهم. اي وانا اخدمهم بالكلام وهم يخدموني بالفعل. ولكن كما تعودنا يا طويل العمر، مع انها يا طويل العمر قليله في حقك يا ابو محمد، عندنا رمز محبه وعلاقه واشتراك وهوايه. مقدمين لك الزملاء رمز محبه، ولا مو حقك على رؤوسنا يا ابو محمد. سمعت؟ الله يبيض وجهك. عندنا يا طويل العمر متحف باسم القرب، ابو مشوح ولا عليك امر.